محلات الكشري بقى عندنا في مصر بيعملوا طواجن عظمة. في الأول كده بنجيب حلة بدون أي مادة دهنية وهنشوح السجق وبعد كده هنصفيه في نفس بقى كمية الدهون اللي كانت نازلة من السجق. هنشوح كده بصلة عليها كده فصين من التوم، وهنضيف بقى كمان فلفل ألوان متقطع لقطع صغيرة، ملح، فلفل أسود، 7 بهارات، طماطم متقطعة لقطع صغيرة، معلقة صغيرة من الصلصة المعلبة، عليها رشة من السكر. وهنرجع تاني السجق ونغطي عليهم ونسيبهم مع بعض حوالي 5 دقايق. هنجهز الصلصة عبارة عن حلة فيها كده مكعب زبدة، معلقتين كبار من الزيت، فصين من الثوم، نص كيلو من عصير الطماطم متصفية كويس، ملح بقى، فلفل اسود. وهنغطي بقى على الصلصة ونسيبها لحد ما تتسبك معانا. وبعد كده هنضيف عليها كوبايتين من المية ونسيبهم يغلوا مع بعض كويس. خلاص بقى هنجيب كده طواجن الفويل، هندهنها بالزيت كويس ونحط فيها فلفل الوان وده طبعا اختياري، وهنحط كمان السجق وهنسويه. وبعد كده هننزل عليهم بالمكرونة تكون نية، وهنحط بقى الصلصة ونغطي على الطواجن دي وهندخلها الفرن لحد ما بتستوي معايا. بتاخد معانا حوالي 35 دقيقة. قدموها بألف هنا وشفا.